الشبشب مشكله بتواجهنا كلنا، او خصوصا التافهين اللي بيتفرجوا على الفيديو ده، وطبعا احنا التافهون المتحدون. المشكله دي مضايقانا جدا ودورنا لها على حلول. الناس اللي مش بتهتم بس غير بان هي تجري ورا اكل عيشها، ومش فارق معاها خالص الصوت اللي بيعمله الشبشب والحك في الارض. ايه يا جماعه في ايه الصوت ده؟ انا مش فاهمه. وعادي كده محدش مهتم ومحدش مقدر. كفايه حك بقى، كفايه حك في الارض. لازم نلاقي حلول. في ايه؟ التافهون المتحدون فكرنا في كام حل وهيفيدنا جدا. الحل الاول، الشركات اللي بتعمل الشبشب ده تعمله بسفنج من تحت. سفنج هيكتم الصوت، ويا سلام بقى لو كان مطاط. يا جماعه تخيلوا شبشب كده مطاط وسفنج، الناس هتبتدي تتهز كده وهي ماشيه، هيقضي على السمنه، والناس اللي بتعمل دايت هيساعدهم جدا. يعني ده حل فعال جدا يا جماعه. ليه مهملين الحلول دي؟ والحل الثاني، محدش يجي يقول لي ان انا هقول لكم ترفعوا رجلكم من على الارض. ايه يا جماعه؟ احنا مش جايين نقدركم. الحل الثالث، وده الحل اللي يهمنا دلوقتي لان ده الحل التافه وكلنا مستنيينه، وهي ان الشركه نفسها اللي بتعمل الشبشب تخلي صوت الحكه بموسيقى او نغمه او اغنيه، اي حاجه انت عايزها، وانت اللي تختار حكتك بايدك. تخيل معايا كده بقى، اخترت مثلا اغنيه حب جامد لجنات وماشي بالصوت الحكه بتاعتك، وجنبك واحد من بتاع الدايت الحل الاولاني لو فاكرينه، حاطط سفنج وماشي عادي وماشيين جنب بعض. انت حب جامد وهو شغال جنبك بيتهز، ويبقى كده الهز مع الموسيقى شعار المرحله. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان الموسيقى فضلوها عن العلم. اصلا يعني احنا بنحك ليه؟ يعني خلاص ما حلينا، يعني قدمنا حلول للمشكله. مفيش حك.